اختتمنا سنة 2023 بفيلم ابو نسب. تعال نقول لك الحلو والوحش في الفيلم. جاهزين؟ انا سلام في قصة ولا مناظر؟ بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ تتجوزيني يا دالي؟ تحبني؟ انا بحبك قوي قوي يا دودي. انت عالي يا ابني، نسبت اكبر واخطر امبراطوريه اجراميه في تاريخ البلد. ده بابا بتاعي انا. ابوكي ابوها ابوها. هات الزنبوقه بقى علشان نحتفل بالعريس. زنبوقة ايه؟ احب ابشر حضرتك ان ليلتك ليله سودة. اللي في عيال كتيره قوي 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 قوي. انا عايزك تاخد لي سيف في وسط المكان، معزمهم نص ومعزمنا نص. انا مش عايز اقول انا في حاجات لسه ما عملتهاش كتير. يا اخي هو انت ابوك جون ويك؟ والمصحف هي اوعى ايدك ما تلمسنيش. طول ما الحمار ساكت العرباجي بيزود الحمولة. يعني ايه احنا عربجيه؟ يعني انا اللي حمار يا طن. تعالى معايا. حاضر معاك. منعول ابو دي جوازه. قصة الفيلم بمنتهى البساطة، دكتور أطفال يجي يتجوز واحد والدها متوفي، ولكن قبل الزواج بيوم يكتشف إن والدها لسه عايش وإنه رئيس عصابة، رئيس مافيا كبير. فيحصل طبعا الصراع الكوميدي بين الزوج والحما، حاجة كده زي عريس من جهة أمنية. هي دي قصة الفيلم في السريع. الفيلم بعيدا عن محمد إمام ممكن ياخد سكة درامية بحتة. ماجد الكدواني أداؤه طبعا العبقري مخلي الفيلم فيلم أكشن، رغم إن هو تقيل شوية، لكن المشاهد الاكشن كانت فعلا مشاهد لطيفه جدا. اللي كاسر الفيلم بالكوميديا بتاعته محمد امام، والغريبه ان هو واخد شكل مختلف وما بيضربش، بيتضرب بس، يعني ما بيخشش في اي نوع من انواع المعارك زي الافلام اللي فاتت. ده اللي طالع اللي عامل الاكشن ماجد الكدواني وما بيهزرش، على عكس ان محمد امام هو اللي الكوميدي في الفيلم. فدي تعتبر خطوه جديده ولطيفه لمحمد امام. ولكن خلينا نتكلم عن الشخصيه اللي بيجسدها محمد امام. الشخصيه دي لو شخصيه طبيعيه ودكتور محترم وتصرف بمنتهى الطبيعيه ولقى نفسه وسط افراد عصابه، طبيعي ان هو هيحس بالخوف والذعر. فما كانش ليها لازمه ردود الفعل الساذجه المبالغ فيه، ما كانش في محله قوي. المشكله ان في بعض المشاهد فيها استظراف زياده عن اللزوم، وطبعا كان في مشاهد كوميديه الى اقصى درجه. ده غير ان عدم استغلال بعض الممثلين زي محمد لطفي وعلاء مرسي في الكوميديا الخاصه بيهم، مشاهدهم تقريبا قليله وغير مضحكه، ما كانش ليهم قوه في الفيلم قوي. في حين ان اللي عجبني في الفيلم نهايته اللي هي بتفتح لجزء تاني، وجود ضيف شرف مفاجاه، اللي خلاني افكر ان هو كان ممكن ينفع بديل لمحمد امام في الفيلم اصلا، لان محمد امام الشكل بتاعه هو شكل اكشن كوميدي، لكن الشكل الكوميدي البحت بس ده ما كانش لايق عليه قوي. كانت تجربه مش سيئه جدا، ولكنها ما كانتش احسن من التجارب لمحمد امام. مستني اعرف رايكم في الفيلم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟